اليوم سوينا مرقوق، أكلة شتوية شعبية بطريقة سهلة وحلوة وخفيفة بإضافتك للخضار اللي أنت ترغبي فيها على حسب الرغبة. الطريقة موجودة في الصفحة، أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وكومنت. نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. كيفكم جميعا؟ إن شاء الله طيبين. اليوم حبيت أشارك معاكم وصفة المرقوق بطريقة حلوة وخفيفة. المرقوق إذا ما زينتي العجين في البيت ما اسمه مرقوق، مع احترامي للي يشتروا قرصان المرقوق الجاهزة. إذا ما انعجنت ما تسمينه مرقوق نهائي. فالأكلات الشعبية معروف سمن، فعندي كمية من البصل ومعلقة ملعقتين من السمن. نشغل عليهم الغاز إلين ما يتغير لونهم نحمس، لا إله إلا الله. وبعدها نضيف اللحم. بعد ما يتكشن البصل ونضيف اللحم ويتغير لونه، باقي الإضافات تكوني مجهزة طماط، 4 حبات طماط مطحونة مع ملعقتين معجون الطماط، ونضيفها فوق اللحم عشان تتسبك وتصير عندي المرقة ثقيلة ويتغير لون الطماط. طبعا هذه هي الحماة. بعد ما تغير لونها الحين نضيف الطماط اللي جهزناه. بعد ما ضفناه نخليه لما يتسبك، ونضيف البهارات مع بعض. نضيف بهاراتك اللي انتي ترغبي فيها النكهة حسب الذوق. انا ضفت بهارات 7: كمون، فلفل اسود، كركم، وشوية من بابريكا تعطيها لون ونكهة. ونقلبها نقلب اللحم في الصوص علشان تاخذ جميع النكهات. بعدها بنضيف الماء، نغطي عليه اللحمة إلين ما تنضج، نسكر عليه القدر. في المرحلة هذه بعد ما نسكر القدر نجهز العجين مع بعض. عندي العجين أبى أستخدم 2 كاسين من دقيق البر مع نص من الدقيق الأبيض. هذه معادلة. حابة تسوي نفس الطريقة براحتك، ما تبي كله بر براحتك. بعد بضيف شوية من الملح، أحب أضيف شوية زيت، هذا شيء راجع لك على العجين، أنا بسويها كذا. وبضيف الماء بالتدريج لين ما أوصل العجينة لينة ما تلصق في اليد. نشوف كم تاخذ معانا كاس موية. هذه هي بعد ما خلصنا عجينة لينة ما تلصق باليد. أخذت مني 2 كاسين موية. طبعا من دقيق لدقيق تختلف كمية الماء. نغطيها ونخليها ترتاح إلى نجهز الخضار ونقصصها. طبعا أنا الخضار اللي راح أستخدمها جزر، كوسة، قرع، وبضيف حبة من الفلفل الحلو والحبحر شقرة. تقصصيهم بالحجم اللي انتي تبينه على رغبتك. نقصص ونشوف. وهذه الخضار بعد ما قصصتها خليت كم حبة من الكوسة على حجمها علشان أزين فيها الصحن. وهذا الحجم اللي قصصت فيه الفلفل الحلو، فلفل شقرة، قصصتها بشكل الخضار بشكل مكعبات وغسلتها وخليناها على جنب. العجينة بعد ما ارتاحت قصصتها إلى كور بالحجم هذا عشان أفرد واحدة واحدة. حابة تقسميها إلى جزئين وتفرديها مرة واحدة على راحتك، وتقصصيها بالشكل اللي انتي تبينه، يعني يرجع على حسب الرغبة. الحين نرش السطح بالدقيق ونغلف الكورة ونبدأ نفردها إلين ما تصير رقيقة عندي. هذه حابة تضيفيها بالشكل هذا أو تقصصيها على راحتك. أنا بضيفها كذا، وبضيف فوقها شوية من الخضار اللي إحنا قصصناها، كمية بسيطة. وبرجع أعيد نفس الخطوات إلين ما أخلص كل الكور اللي أنا مجهزتها. وهذه الثانية
ضفنا فوقها خضار. بعد ما خلصت كل الكمية بضيف الحين الحبحر على الوجه، وحبات الكوسة اللي خليناها على جنب الحجم الصغير، عشان قلنا نبي نزين فيها صحن التقديم أو الحافظة أو الشيء اللي تبي تقدمي فيه المرقوق. الحين بغطي عليه بدون كتم على نار هادية من تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة إلين ما ينضج الخضار عندي ونفس العجين يعني تدخل مرحلة الاستواء. ولما نيجي نقلبها مع الأطراف عشان ما تشقق عندي العجين نغطيها. الحين هذا هو الشكل النهائي خلاص. بعد ما استوت الحين بطلع الحبحر والحبات الكوسة على جنب بصحن، ونشوفكم صحن التقديم. وهذا الشكل النهائي. زينتها بكشنة البصل. علينا وعليكم بالعافية، نشوفكم إن شاء الله بوصفة جديدة.